أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن مواصلة لتغطيتنا الإخبارية وللحادث، حادث سقوط الحجارة بمرتفع جبلي بأوقاس في بجاية، المنطقة التي شهدت سقوط الصخور تقع على الطريق الوطني رقم 9. كما ذكرنا سابقا، الحصيلة الأولية وحسب الحماية المدنية مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 جرحى في حالة خطيرة جدا. لتفاصيل أوفى يلتحق بنا من عين المكان شاهد عيان السيد رشيد. أهلا بك معنا. أهلا بكم. نعم، بداية حمد لله على سلامتك. ضعنا في الله صورة يسلمك. الحادث بالضبط، كيف حدث؟ بالنسبة للخسائر نعلم أن هناك خسائر، في يعني هناك مقتل 5 أشخاص، أيضا إصابة 8 جرحى، كما تابعنا في صور أيضا هناك خسائر مادية. تفضل سيد رشيد. بور لانستون انا اللي كان قدامي كاين دو بيس، كاين ان بيس اللي كوبي اون دو، لو دوزيام بيس اللي افون مازال ما شفتوش مليح، وكاين ثلاث سيارات. وبور لانستون حسب المعلومات اللي عندنا هنا يقول كاين 8 موتى و20 واحد 20 واحد جارح. 22 جريح. نعم 20 جارح، 20 جارح و8 موتى. طيب، بالنسبة للانزلاق يعني كيف حدث؟ زيلا كاين دي روشي اللي كانوا في لو اونسيان تونيل، هما اللي طاحوا سقطوا على هذوك، وما ادى الى كما يقولوا تكوبات من الدخله ومن الخارجه، طاحوا الصخور هذوك على السيارات والناس هم هنايا. كاين ناس تاع اوقاس وناس من بجايه جاوا بارتو هنا مع الحمايه المدنيه، مشكورين على هذا. طيب، يعني في المنطقة يعني كانت هناك أشغال يعني في المكان التي سقطت فيه الحجارة بالمرتفع الجبلي؟ لا هو هذا كان اونسيان تونيل، سي با نوفو تونيل، وقدامه كان طيب. نوفو تونيل زعما داروه باش يطلع هذاك مشاوه. طيب، يعني هل هناك معلومات أخرى يمكنك أن تفيدنا بها سيد رشيد؟ هذا انا نشوفوا انا كلش مبروكي، لومبيلونس تدي في لي بليشي، ديستيناسيون اوقاس وديستيناسيون بجايه، كما يقولوا اللي ماتوا الله يرحمهم واللي تبليسوا ربي يشافيهم إن شاء الله. سيد رشيد، فقط بالنسبة للانزلاقات، يعني هل ستتكرر يعني هذه الانزلاقات بعد؟ نعم. هذه شاك فوا كي تجي موفي طون، كي تجي شتا يهبطوا الحجر هذو، سينو داروا لهم هذوك كي شغل ديكوفير هكذاك، مي شاك فوا هكذا يطيحوا. هذا ما بالناش ورا البروبليم، اشكال هذوك ما مش صالحين، ما فهمناش البروبليم وراه. طيب سيد رشيد، كما أخبرتنا هناك الحماية المدنية بالنسبة لأهل الاختصاص، يعني هل قدموا لمعاينة مكان الحادث؟ بور لانستون كلش مخبي، ما قدرتش، خاطر انا في سيارتي انا بعيد شويه على الاخر، خاطر كلش مبلوكي، ما قدرتش نشوف، خاطر من بعد جات رجال الدرك ورجال الشرطه تما سور لو بلاص، وربي نعم. يكون الخير. السيد رشيد، شاهد عيان، كنت معنا مباشرة من مكان الحادث. نحمد لك السلامة مرة أخرى، شكرا جزيلا لك. شكرا. كما أفادنا به، إذن شهد عيان بمكان الحادث. حسب سيد رشيد هناك لحد الآن 8 قتلى وإصابة أزيد من 20 جريحا في حالة خطيرة جدا. نذكر فقط مشاهدينا الكرام أن هذه صور وصلتنا مباشرة من أوقاس بجاية إثر انهيار مرتفع جبلي وسقوط حجارة. إذن المنطقة التي شهدت سقوط صخور، نعم، المخرج يشير لي أنه هناك اتصال مع مدير الحماية المدنية لولاية بجاية. سيدي، أهلا بك معنا. مساء الخير الأخت. مساء النور. سيدي، فقط هناك معلومات تقول أن بالنسبة لعدد القتلى هناك من يقول أنه 5 أو 8. شوفي الأخت، رسميا راني متواجد حاليا طيب. على مستوى مشروع أوقاف. رسميا حصلنا إلى حد الساعة اللي راني نتكلم معك فيها خمس متوفيين يرحمهم الله برحمته، رحمة الله عليهم. وعندنا 14 شخص مبلسي، يعني مجروح، بما فيهم ثلاثة في حالة خطيرة. من بين 14 كاين 3 في حالة خطيرة. نعم. طيب، هل تم نقل الجرحى يعني إلى المستشفيات القريبة من هناك؟ بالطبع حاليا يتم التكفل بهم كما ينبغي على مستوى مشفى أوقاس
وحاليا رانا نسقوا عمليه مهم. التحويل على المستشفى المركزي في مقر الولايه في بجايه، مستشفى خليل عمران. كل الوسائل اللي يحتاجها عمليه النقل راهي واجده. انا بريباري النوريا راهي موجوده هنا على مستوى لوبيتال دوقاس avec le nombre d'ambulances suffisant pour transporter l'ensemble des blessés. Donc tout le نعم. monde sera pris en charge. نعم. طيب سيد رشيد لطوي، فقط هل تفيدنا يعني بمعلومات حول الضحايا بالنسبة لأعمارهم للأشخاص الذين توفوا رحمة الله عليهم؟ ربي يرحمهم برحمه الله. والله الاخت المعلومه اللي نقدر نقولها لك انه فيه اخت متوفيه واربع رجال، يعني من بين الضحايا المتوفين كاين اربعه رجال ومراه واحده. واللاج تاعهم يعني السن تاعهم يتراوح ما بين 30 سنه حتى ل 55 سنه. نعم. طيب بحكم يعني أنك متواجد هناك في المنطقة مكان سقوط الحجارة، هل تم فتح الطريق؟ حسب المعلومات هو الطريق الوطني رقم 9. نعم. هل تم فتح الطريق؟ نعم الأخت، يعني الطريق باش يكون يعني في العلم تاعك انه طريق مزدوج، يعني سي اون دوبل فوا. كاين اون فوا يعني راه تمشي لو بلي نورمالمون دي موند. بالطبع راهي حاليا مغلوقه لاحتياجات العمليه تاع الانقاذ، ولكن الطونسون هذاك اللي راه مغلوق المصالح تاع لا دي تي بي راهم يقوموا ديجا بعمليه تاع فتح الطريق يعني نعم، بحضور يعني كافه يعني أهل الاختصاص. طيب سيد رشيد، يعني بحضور أهل الاختصاص. نعم بحضور اهل الاختصاص وبالتنسيق المباشر والاشراف المباشر للسيد والي الولايه. أكيد. طيب في سؤال أخير فقط، يعني هل هناك احتمال لسقوط أو لتجدد سقوط الحجارة هذا المرتفع الجبلي؟ هل هناك احتمال أو خطر على المارة هناك في الطريق؟ والله يا اختي العزيزه، ما يعني يعني الافضل انه السؤال يطرح للسيد. اكيد، يعني بحكم تواجدك فقط هناك يعني سالناك عن الخطر. نعم. واش نقول لك، انا ما رانيش من اهل الاختصاص، ولكن افي دوي هكذا افي دوي. نعم. يا با دي زون بور كي سا ريبرودويز ولا الجماعه تاع دي تي بي راهم يعملوا. ونظن بانه كل الوسائل اللي لازمها باش تامن المكان راهي التدابير اللي لازمها راهي اخذت. نعم. يعني واللي يقدر يفيدك احسن هو الزميل تاع الاشغال العموميه. طيب سنحاول الاتصال به بعد لحظات. على كل، مدير الحماية المدنية لولاية بجاية السيد رشيد لطوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا. رحمة الله إذن على الذين توفوا. كما ذكر لنا مدير الحماية المدنية وأكد لنا الحصيلة النهائية لحد الآن 5 قتلى و15 شخصا توفوا إذن إثر سقوط حجارة من المرتفع الجبلي بأوقاس في بجاية، إذن المنطقة التي شهدت الصخور تقع على الطريق الوطني رقم 9. نذكر فقط مشاهدينا الكرام أن الحصيلة النهائية للقتلى 5 قتلى و15 شخصا. للإشارة من بين المتوفين هناك فتاة و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 30 سنة إلى 50 سنة. نقدم تعزينا الحارة لعائلات إذن الذين توفوا في هذا الحادث، ونتمنى السلامة لباقي الجرحى. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الصور تابعناها منذ قليل، وصلتنا من أوقاص في بجاية إثر سقوط حجارة بالمرتفع الجبلي. إذن المنطقة التي شهدت سقوط الصخور وقعت على الطريق الوطني رقم 9. بهذا نصل إذن إلى ختام هذه النشرة الخاصة. سنوفيكم بمزيد من التفاصيل